الخلطة هذه متاع الحنة من أروع الخلطات متاع الحنة اللي ممكن تجربوها، وجربناها وشوفوا ما شاء الله اللون أكثر من رائع. الحلو في هذه الوصفة إنها ما شاء الله أول ما تقشريها بتعطيكي هذا اللون، ومن بعد اللون يمشي كل ما يجي يوم اللون يزيد يغمق في الإيد أكثر ويثبت في الإيد أكثر. وخلوكم معايا نهاية الفيديو نعطيكم السر اللي يخلي الحنة تزيد كل ما يجي يوم اللون يزيد يغمق في إيدكم ويثبت في إيدكم أكثر، واللون ممكن يوصل لمرحلة السواد نفس ما شايفين. الخلطة هذه من أروع الخلطات، وبما أن نحن قريب العيد حبيت نفرحكم بها ونشاركها معاكم. بصراحة أنا الوصفة هذه شفتها في قناة هندية واضطريت إني نترجم الفيديو وناخذ كل المكونات ونجربها قبل من بعد نشاركها معاكم. وبصراحة من أروع خلطة متاع حنة تصلح إنكم تحنوا بها كف إيديكم ورجليكم، وأيضا تصلح للنقش إذا حابين تعملوا نقشة بالحنة. جدا جدا رائعة بصراحة. ملاحظة صغيرة قبل بداية الفيديو، في تعليقات كثيرة ما شاء الله في كثير ناس جربوا الخلطات وكتبوا لي انهم جربوا ونجحت لهم الوصفة ما شاء الله، جزاهم الله الف خير. وفي ناس كتبوا لي ان يعملوا نفس خلطتي وناس ثانيين يحنوا معاهم بنفس الخلطة. في ناس تطلع عليهم الحنة نفس ما هم يتمنوا غامقة، وناس تطلع عليهم الحنة صفراء. فالناس اللي تطلع عليهم الحنة صفراء المشكلة من عندكم انتم. الحنة مهما عملتوا لها من المكونات مستحيل تجيكم حنة سوداء، دائما الحنة تجيكم صفراء. فالمشكل مش في الحنة ولا في الخلطة، المشكل هو فيكم انتم. اول حاجة نبدو في الوصفة ان شاء الله، نجيبوا مقلاة، نخلوا في المقلاة ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، واذا ممكن نسكافيه بيكون احسن، واذا مش متوفر عادي ممكن تعملوا البن العادي. بنضيف ايضا ملعقة كبيرة من السمسم الاسود، هو السمسم الاسود هو حبة البركة. نخلوهم على المقلاة على نار تكون هادية لحتى يتحمصوا معانا ويعطونا هذاك اللون البني. أول ما يعطينا هذاك اللون البني مباشرة ننزلوا عليهم كوب إلا ربع متاع ماء. بعد ما ضفنا الماء مباشرة نضيفوا شرايح من الثوم. ايضا ما شاء الله الثوم من اكثر الاشياء اللي مجربتها انا شخصيا تغمق لون الحنة. واذا عندكم فطريات في الاظافر فالثوم ما شاء الله يقضي على الفطريات نهائيا. فهنا ضفنا الثوم وخلينا الوصفة الخلطة عفوا تغلي لمدة 5 دقائق لحتى يثقل معنا القوام. بعد ما ثقل معنا القوام مباشرة صفينا الخليط. بعد ما صفينا الخليط جبنا الحنة، ضفنا للحنة عصير الليمون. عصير الليمون مستحيل نستغنوا عليه في كل وصفات الحنة لأن ما شاء الله من أكثر الأشياء اللي غمق الحنة. هنا مباشرة نجيب هذه الخلطة متاع السمسم والسكر والنسكافيه ونسكبها فوق الحنة بهذا الشكل ونبتدي نعجن الحنة. نتحصل على قوام يكون قوام كريمي، ولازم نعجن الحنة كويس كويس ما يكونش فيها أي تكتلات. وهنا بعد ما عجننا الحنة بنجيب حتى الحنة لونها يغمق أكثر ويوصل لمرحلة السواد. بنجيب هذه المحلبية، هذه زيت من أنواع زيوت الحنة اللي تغمق لون الحنة وتخلي الحنة توصل معانا لمرحلة السواد. هذه موجودة في محلات اللي يبيعوا الحنة، تاخذوا من عندهم هذه تستخدموا منها بس كمية قليلة لأنها ما شاء الله تخلي الحنة توصل لمرحلة السواد. بعد ما ضفنا زيت المحلبية خلطنا الحنة. بنضيف من فوق الحنة من هذا المحلول متاع السكر والنسكافيه والسمسم الأسود، ونخلي الحنة نغطي الحنة نخليها ترتاح أقل حاجة 4 ساعات. كل ما الحنة ارتاحت معانا كل ما يكون أحسن. مباشرة نحنوا كف إيدينا أو إذا حابين تنقشوا إيديكم من فوق تخلوا الحنة على إيديكم لمدة 2 ساعتين لحتى تجف معاكم الحنة. بعد ما تجف معاكم الحنة تجيبوا زيت إكليل الجبل، زيت إكليل الجبن تخلوه فوق الحنة وتبتدوا تقشروا به الحنة بنفس هذه الطريقة الموضحة في الفيديو. تجيبوا زيت إكليل الجبل تخلوه فوق الحنة وهي ناشفة وتقشروا به حنتكم. وبعد ثاني يوم بتلاحظوا كيف لون الحنة وصل لمرحلة السواد. هذه من أروع الخلطات.